السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين وتكونوا باحسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم واحد الكلاص بطريقه سهله وبسيطه. المهم انا عملت 6 ديال الحبات ديال كيوي، وهنا عندي 3 ديال الحبات ديال الموز. الحبات كيبقاو على حسب الاختيار ديالكم. المهم وضعتهم في المجمد حتى رجعوا على هذا الشكل هذا. المهم خليتهم 2 ساعات. هذا هو الشكل ديالو. المهم دابا خديت هاد الهشوار هذا وغنوضع فيه الكيوي والبنان. بعد ما وضعت الكيوي والبنان غنطحنهم على هاد الشكل هذا، ولكن قبل ما ننسى فضروري نعمل كريم شونتي السائل. فانا خديت هاد الماركه هذه هولالا، ها هي، وضعت تقريبا نصف كاس صغير، ولكن قبل من هادشي وضعتها في المجمد على الاقل نصف ساعه. والحاجه اللي كتعجبني نعملها في الكلاص دائما كنعملها هو هاد الجبن الطري ديال بيرلي، كيبقى اختياري. وهذا هو الشكل ديالو، واحد المذاق فيه كيحمق. المهم بالنسبه لي صراحه فانا كناكل غير شويه لان عندي الحساسيه ديال الكيوي، فاللي عندهم الحساسيه بحالي فبامكانكم يعني تعوضوه باي فاكهه متوفره عندكم. وهنا غنفرغوا في هذا المول هذا اللي كيتحمل الدرجه ديال البروده. غنعملوا نوريكم الشكل ديالو. ها هو بعد ما فرغناه كنعملوه في المجمد على الاقل 6 ديال الساعات وكلوه بالصحه والراحه. طريقه سهله ومبسطه، فكنتمنى ان شاء الله تعجبكم.